ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اداة البيجز، وهي الصفحات المسؤولة عن التحكم في الصفحات بتاعتي. طبعا انا مش عايز اكلمكم باسلوب معقد شوية والكلام ده كله. هو الموضوع كله ببساطة ان انت ما بتيجي تعمل مجلة، الاداة دي بتساعدك ان هي بتظهر لك الصفحات بتاعتك زي ما انت شايفين كده، وبارقام. الارقام دي طبعا الترقيم ده اللي هو اللي انت بتعمله غير الترقيم الداخلي للصفحات. فبيظهر لك الايه الصفحات بتاعتك، صفحة واحد فيها كذا، صفحة اتنين فيها كذا، صفحة تلاتة فيها كذا. تمام. بس هو الأداة دي مقسومة جزئين. الجزء اللي فوق ده هو اسمه الماستر، والجزء اللي تحت اللي هو البيجز. الجزء اللي فوق اللي هو الماستر ده، لو جينا فتحنا كده وبصينا، فتحناه، هنلاقي ان هو فيه شكل معمول اصلا، زي اللي هو الهيدر بتاع المجلة او الجورنان. زي ما انتم شايفين كده، انا مثلا مجلة اسمها الهدف، وعاملين لها لوجو وحاطين لها التاريخ ومظبطينها وكل حاجة. تمام زي ما انتم شايفين كده. احنا بقى عايزين الماستر بقى هنا وظيفته الأساسية ان الحاجة دي بتطبق على اي صفحة بتتعمل جديد. ازاي الكلام ده؟ يعني انا مثلا عندي الجورنال بتاعي دوه، زي ما انتم شايفين كده، اه 12 صفحة. انا عايز اطبق الموضوع ده على ال 12 صفحة. يعني عايز اطبق الشكل ده كده، شكل الهامش بتاع الصفحات على ايه، على المجلة كلها. تمام. فانا جيت رسمت هنا كده، حطيتها في الماستر ورسمت كده هنا. اجي افتح بقى اي صفحة في صفحة المجلة بتاعتي، دوس كده، الاقي ان هي ايه موجودة. اجي الناحية دي شمال يمين موجودة، صفحات تانية موجودة. طب انتوا لو سألتولي سؤال وقلتولي دلوقتي، طب احنا دلوقتي هنستفيد ايه من موضوع الماستر؟ هتستفيد موضوع الماستر ان انت الفكرة كلها بكل بساطة، ان انت مثلا بدل ما تفضل تحط الشكل ده على كل صفحة انت بتعملها، لا، الماستر بيغنيك وان انت تحط الايه الشكل بتاعك ده او الهيدر بتاع الصفحة بتاعتك ده، او اللي احنا بنقول عليه في المجال بتاع الجرايد اللي هو الترويسة يعني الاساسية. بتحطها في الماستر وبتطبق على كل الصفحات بتاعت الجورنال. وده طبعا عشان ما يبقاش فيه مثلا واحدة طالعة واحدة نازلة. لا، انت اصلا بترسم وتحط الشكل بتاعك هنا بشكل ثابت ومنظم ومتظبط في الماستر هنا. فاصبح ان هو بيتثبت طبعا على كل الصفحات. تمام لحد كده. فاحنا دلوقتي هنتكلم برضو اكتر عن البيجز والادوات اللي جواها. يعني انا جيت هنا دوست على القائمة بتاعت الاوبشن هنا، في الانسيرت بيج، في الموف بيج، في الدوبليكيت، في الديليت. الاربع حاجات دول. اول حاجه الانسيرت بيج، طبعا انت انسيرت يعني عايز تدخل صفحه، انسيرت بيج. فانا لو جيت كده عايز ادخل ما بينهم صفحه، يعني مثلا صفحه فاضيه كده، واروح مثلا هو هنا بيقول لي عدد الصفحات كام. انا عايز صفحه واحده، مش عايز كذا صفحه. تمام. عايز هنا بيقولك insert page، عايزها بقى قبل ولا بعد، ولا عايزها تبدأ يعني تبقى في بداية الصفحات، في بداية صفحات المجلة بتاعتك، ولا في آخر صفحات المجلة بتاعتك. أنا هقول له يا عم أنا عايزها after page، أو قبل الصفحة، قبل صفحة 8. شايفين هنا كده ده رقم الصفحة، أنا عايزها قبل رقم صفحة 8 دي. تمام. هنا طبعا الماستر عندي أهو، زي ما انتم شايفين أهو ماستر ايه، وهو نفس الموضوع اللي هو ايه متطبق هنا. شايفين حرف الايه الصغير ده اللي موجود على كل صفحة؟ ده معنى كده ان هو بيتطبق عليه اي حاجة بتحصل في الايه، في الماستر. فزي ما انتم شايفين كده، اديني دوست زود لي الصفحات من 13 ل 14. يعني معنى كده ان هو زود صفحة. تمام. طب انا عايز احرك صفحة، يعني عايز احرك صفحة من مكان لمكان. يعني مثلا اختار صفحة 12، انا هحددها كده بس، اقف عليها كده
وراح قايل له موف بيج، وراح مع هو طبعا كتب لي هنا صفحة ايه، موف بيج ايه كام 12. عايز تحركها لصفحة كام؟ عايز احركها لصفحة 13، 14 يا عم. عايز تخليها طبعا before، يبقى بعد، ماشي خليها بعد. وراح دايس اوكي اهو. طب ده هو كده حطها لي قبل 14. طب تيجي نجرب تعمل موف بيج افتر اهي. يبقى في الدبليكيت اللي هو تكرار، تكرار اهو. انا عايز مثلا اكرر 14 15 على دايس كده دبليكيت، خد نسخة على طول من الصفحتين. عايز اعمل طبعا ديليت سبريد، سبريد ده اللي هو ايه، صفحتين المتقابلتين دول. راح دايس كده ديليت، ديليت يا باشا سبريد. اصبح دلوقتي عندي صفحة مكررة اهي زي ما انتم شايفين. هخش بقى على القسم التاني اللي هو بتاع الماستر. انا عايز بقى اعمل ماستر جديد خالص، واعمل هيدر جديد لايه، الاربع صفحات اللي تحت دول. يعني ايه الكلام ده بقى؟ هقول لكم دلوقتي. دلوقتي هو هنا لما دوست نيو ماستر ظهر لي بي، تمام. هو راح مسميه بي، او الترقيم بتاعه هو كبرنامج اسمه بي. انا عايز بقى اسمي الماستر بتاعي دوا مثلا، اسميه جرين. حلو، انا عايز اسميه كده اي حاجه، اي اسم عشان اميزه بس. طبعا انا عايز العدد الصفحات الماستر يبقوا اتنين، هم ماشي هما اتنين. طبعا S3 والمقاس بتاعي وهو راح دايس اوكي. اجي افتح كده اهو، اجي ابص هنا على الاسم اهو بي وجرين، حلو الكلام. طب انا هعمل ايه؟ هروح حاطط كده مثلا، حط شكل كده واديله لون اخضر عشان يبقى جرين بقى زي ما انا طلبت. تمام. واخد نسخة تانية واحطها في الصفحة اللي قدامها زي ما انتم شايفين كده. طيب انا عايز دلوقتي، طب انا لو جيت فتحت كذا صفحة كده هلاقي الهيدر بتاعه هو ما اتغيرش. طب معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان هي ايه، لسه على الماستر ايه. طب انا عايز اخليها على الماستر بي الجديد اللي انا عامله ده. هختار الصفحتين الاخرانيين دول زي ما انتم شايفين كده، حددتهم. واروح دايس بقى ايه، جاي على القايمة او الاوبشن بتاع البيجز تاني، واروح مختار حاجة اسمها ابلاي ماستر بيج. ابلاي ماستر بيج دي بتعمل ايه؟ دي بتختار الماستر بتاعك انهي واحد فيهم. طبعا انا اختار الجرين اللي هو البي دوا، وطبعا هو اختار لي الصفحات اللي انا عايزها، او لو عايز انا اختار اي صفحة او اكتب اي صفحة كده هيجيبها لك، بس الصفحات اللي موجودة. راح داس اوكي. حلو الكلام. طب انا عايز اعرف اتطبق ولا ما اتطبقش. اروح على صفحتين 14 15 بص كده ايه ده، فعلا اتطبق اهو زي ما انتم شايفين. لكن باقي الصفحات على الماستر ايه. يعني معنى كده ان انا اقدر ان انا اغير من الصفحات اللي عندي واخليها في مصر، في اعمل كذا ماستر، اعمل ماستر بي، ماستر ايه، ماستر سي، اي ممكن اعمل كذا عدد. وده هينفعك اكتر في شغل الكتب او المجلات اللي هي عدد صفحاتها كبير. تمام. في عندي هنا طبعا لو انا عايز اسيف الماستر دوا، او اجيب، او انا مسيف ماستر مثلا وجايبه معايا وعايز اشتغل بيه على الصفحات دي، ممكن اعمل لود ماستر، راح دايس عليه اجيبه. كل ده ايه سهل يعني في ايدك ان انت تعمله. في طبعا لو انت عايز تغير من اتجاه الصفحة، انا عايز تخليها افقي بدل رأسي او رأسي بدل افقي، زي ما تحبوا يعني، او على حسب نوع الشغل بتاعكم. في ايه تاني؟ عايزين نشوف ايه تاني. اهم حاجة طبعا اللي هي النمبرنج اند سيكشن. نمبرنج سيكشن ده اللي هو ترقيم الصفحات.
ترقيم الصفحات بقى، بس مش هنا. مش يعني اما يجي في بالك ترقيم الصفحات، ما يجيش في بالك الترقيم اللي هو بتاع الصفحة بتاعتي، صفحة المجلة بتاعتي، لا، اللي هو بينزل فوق او تحت او الكلام ده. لا، مش هو ده. الترقيم الصفحات انا قصدي الترقيم اللي هو بيبقى موجود على البيجز هنا. شايفين السهم بيشاور فين؟ هنا اهو، الترقيم ده. تمام. في ناس بتحب ان هي تفضل ان الترقيم ده يكون مثلا حروف لاتيني. تمام. سهل اهو، هتروح جاي numbering and section، عايز تغيره خليه حروف لاتيني اهو. حلو. طب ده في حاجات تانية، في حاجة اسمها start page numbering. افرض انا عايز الصفحة بتاعتي تبدأ مثلا من صفحة 10، بالترقيم اللي هو اللاتيني من صفحة 10. تمام. الجزء اللي تحت ده خاص بالكتب اكتر. يعني عندي مثلا كتاب فيه كذا شابتر، شابتر واحد، شابتر اتنين، شابتر تلاتة. ده ممكن اغير برضو ترقيم كل شابتر لو عايز اي ترقيم. هنا طبعا زي ما انتم شايفين كده قائمة كبيرة فيها كذا نوع، في اللاتيني، في الحروف، في الحروف عربي ابجد، في ارقام عربي وفي ارقام انجليزي. زي ما انتم شايفين كده في حروف لغات شرقية، كل الكلام ده موجود. واروح دايس اوكي واشوف ايه اللي هيتنفذ. شايفين ايه اللي حصل؟ طبق لي على الصفحتين دول بس. اشمعنى طبق لي على الصفحتين دول بس؟ لان انا كنت واقف ومحدد عليهم، وقلت له انا عايز ابدأ صفحاتي من 10. طب ما هو 10 فوق اهي، رقمها فوق. لا، ما هي 10 اللي تحت دي باللاتيني، 10 11 دي باللاتيني. اصبح ان عندك 10 11 بس باللاتيني في الصفحات الاخرين دول، زي ما انتم شايفين كده. وفي اخر حاجة اللي هو البانل اوبشن. البانل اوبشن ده حاجة بسيطة، بس ايه يعني، انت يعني هي حاجة مش للشغل، يعني حاجة للتظبيط بتاعك بس مش اكتر. يعني انت مثلا عايز الصفحات دي بدل ما هي حجمها صغير كده تخلي حجمها كبير. احداث مثلا لارج، عايز تخلي مثلا الماستر برضو بدل ما هو سمول تخليه ميديوم. تروح دايس اوكي. زي ما انتم شايفين اهو اتغير شكل الصفحات بتاعتي. وده كان اخر آه اخر حاجة في الموضوع بتاعنا، في موضوع البيجز. و... وان شاء الله يبقى فيه شرح تاني